حقق اكثر من انتصار واحرج بطل العالم الريال وكان متفوق عليه لمده تقريبا 50 دقيقه. وشفنا قبل تعادل رونالدو كان فريق الجزيره سجل هدف وارتجعنا الى الفيديو لالغائه بسبب تسلل. اذا النتيجه طيبه بالنسبه لفريق الجزيره عكس ممكن الممثل الثاني الكره العربيه الوداد اللي خرج بهزيمتين. الوداد ما كان جاهز لهذه المسابقه ولكن جدارته باللقب الافريقي تمكنه وتعطيه الامل للعوده من جديد هنا الموسم القادم لابو ظبي والتنافس بنتائج اميز على المستوى العالمي بعد ان دانت له السيطره الافريقيه. فريق اوكلاند سيتي اكثر مشارك في تاريخ كؤوس العالم للانديه كمل الاخير فوارق مستويات بطبيعه الحال. الآن نصل البطولة الريال يرجع ويخرج من أبو ظبي ببطولة 5.5 مليون يورو وجملة من الأرقام القياسية. يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحقق اللقب ويحافظ عليه 2016-2017 مع قيادة زيدان واللي يحب الألقاب والأرقام القياسية عليه بزيزو. الريال أيضا يصبح أول فريق يحقق البطولة في 3 أماكن مختلفة لأنه البارسا عنده 3 كؤوس ولكن 2009 كانت في الإمارات، 2011 في اليابان و2015 أيضا مرة أخرى في أرض الساموراي. في المقابل ريال مدريد الفريق الوحيد اللي حقق البطولة في 3 مدن مختلفة كانت سنوات الامتياز 2014 في مراكش، 2016 في طوكيو أو يوكوهاما و2017 مرة أخرى بالأراضي العربية في أبو ظبي. هو مونديال الأرقام القياسية لكريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في النهائي في نهائي مختلف نهائيين مختلفين. هو ايضا هداف البطوله التاريخي صار ب7 اهداف. والان جائزه الفير بلاي هذه جائزه الفير بلاي الروح الرياضيه ايضا ذهبت لريال مدريد. نتاكد ممكن من الجرافيك الذي سيكتب لكن هذه الكاس نعرفها هي كاس الروح الرياضيه. والريال مدريد لا خلى كوره لا خلى فير بلاي لا خلى البالون دور اللي باش يظفر بها كافضل لاعب في البطوله مؤكد محقق كريستيانو رونالدو. اعتقد على مستوى منافسات الفيفا والاخراج التلفزي لابد ان تكتب الجرافيك. بالفعل ريال مدريد اف سي او كلو فوتبول فاز بجائزه الفيفا فير بلاي كما ذكرت. وهذا هو لاعب باتشوكا لاعب فريق باتشوكا المكسيكي فريق تعودنا عليه وتكثر مشاركاته في المستوى العالمي نتيجة سيطرته على بطولات الكونكاكاف تقريبا 6-7 مرات بطل القارة في الكونكاكاف فريق باتشوكا. وجائزة البرونز بول جوناثان لاعب باتشوكا. كريستيانو رونالدو يحتل المركز الثاني. الكرة الثانية لكريستيانو رونالدو الجائزة الفضية لكريستيانو في هذه البطولة وفي هذا المحفل العالمي. والآن الجائزة الذهبية لمن ذهبت في هذا المشوار. كريستيانو رونالدو سجل ثنائية في هذه الدورة هدف في السيمي فاينل وهدف الفاينل رصيد أهدافه 7 أولهم مع مانشستر والستة مع الريال. والكرة الذهبية مودريتش الكرة الذهبية أفضل لاعب مودريتش يستاهل يستحق مودريتش البالون دور. ممكن فما حسابات أيضا رونالدو خذ البالون دور الكبيرة متاع الأهم متاع الفيفا متاع فرنسا فوتبول في البطولات الفردية. أيضا مودريتش يتفوق على كريستيانو ورونالدو فرحان برشا. مودريتش راموس أفضل لاعب في 2014 2016 رونالدو و2017 لوكا مودريتش جولدن بول. ممكن رجل النهائي سيتم اختياره وتم اختيار كريستيانو لهدفه الحاسم. هذه الكرة الذهبية شوف مودريتش لا يصدق نفسه حط رونالدو في الوسط لأنه تعود على أن كريستيانو القائد الذهبي ولكن اليوم فذي على مستوى الألقاب الشخصية. أنت الذهبي يا مودريتش. الآن هل تكون جائزة الهداف من رجل المباراة رونالدو أو مودريتش وجائزة أخرى
وهذا فريق باتشوكا، الفريق البرونزي. نتيجة ممتازة لباتشوكا، الميداليات البرونزية لباتشوكا الفريق المكسيكي اللي حقق المركز الثالث. أبرز إنجازات الكرة المكسيكية هو المركز الثالث حدها الأقصى. بالنسبة للكرة البرازيلية 4 ألقاب وخسرت برشا نهائيات. الكرة البرازيلية المفارقة أنها سيطرت على أول 3 دورات لمونديال الأندية، 2000 كورنثيانز، 2005 ساو باولو، 2006 انترناسيونال دي بورتو أليغري، ولكن من 2006 اللقب أوروبي، اللقب العالمي أوروبي باستثناء دورة ونسخة 2012 اللي حققها فريق كورنثيانز مرة ثانية في تاريخه. إيطاليا عندها بطولتين بالثنائي الميلاني، ميلان وإنتر. ألمانيا لقب وحيد للبافاري بايرن ميونشن. البرازيل 4 بطولات، وإسبانيا لقبها السادس، 3 بارسا 3 الريال، رقم آخر يعادله مدريد في هذه الدورة. إذا الفريق البرونزي باتشوكا بطل كونكاكاف، الوصافة والمركز الثاني للبطل ليبرتادوريس جريميو بورتو أليغري، هو الذهب لبطل أوروبا مرة أخرى. تتسيد أوروبا المحافل الدولية على مستوى مونديال المنتخبات من 2002. أمريكا اللاتينية لا تحقق المونديال. على مستوى الأندية لم تظفر بالبطولة أندية أمريكا الجنوبية أيضا من 2006. على مستوى بطولات الشبان آخر الدورات بين الناشئين والشباب عادت لأوروبا من خلال منتخب واحد هو منتخب إنجلترا. وأيضا حتى على المستوى الأولمبي نذكروا أنه باستثناء البرازيل في 2016 في الماراكانا وفوز تاريخي للبرازيل قدام ألمانيا بركلة ترجيح، فانه ايضا الالقاب الاولمبيه الاخيره تعودنا ان تكون اوروبيه على الارجح. الان جريميو والميداليات الفضيه، فريق الوصيف هنا المركز الثالث باتشوكا، صوره للتاريخ. برافو باتشوكا اللي كان قريب من الفاينل، خسر من جريميو في الاكسترا تايم فقط. وهذا هو الجريميو اللي سلم في الفاينل قدام الريال، لعب في حدود امكانياته، لم يبين ولم تبين مباراة النهائية الشيء الكثير على فريق الجريميو على المستوى الفردي والفني. بطولة نكتشف فيها اسماء ولاعبين جدد تقريب مرت في الخفاء، لم انتبه للاعب في فريق الجريميو مع الاحترام، عكس ممكن 2011 وقت شارك سانتوس كان بالسمعة الكبيرة اللي سبقته واكدها وقتها نيمار قبل انتقاله للكتالان. هذا هو جمهور أبو ظبي من البرازيليين من أحباء ومريدين نادي جريميو بورتو أليغري، يبقى في تاريخ الكرة البرازيلية والعالمية من الأندية المحترمة جدا. ولكن اصطدم اليوم كما قال ريناتو مدرب الفريق باللي أكبر منه، باللي أحسن منه، باللي خابس، اللي عاشن الكؤوس الدولية. 12 نهاية على التوالي خارج ب 12 بطولة، ما هذا يا الميرينجي؟ التاريخ والبالماريس في البطولة: عام 2000 بدايتها كورنثيانز البرازيلي، 2005 الباوليستا ساو باولو، 2006 بمفاجأة انترناسيونال دي بورتو أليغري، 2007 أوروبا تبدأ الزحف عن طريق البيج ميلان، 2008 وين روني يصطاد مع مانشستر الليغا دي كويتو ويربح نهائي اليوكوهاما، 2009 البطولة تخرج عن التنظيم الياباني تنظم عربيا في الإمارات، وكاتالونيا تبدأ عن طريق البارسا وميسي، 2010 عودة الطليان بعد ميلان جاء دور الانتر 3-0 على التيبي مازيمبي في الفينال، 2011 البطولة ترجع لأراضي اليابان والبارسا أول فريق يحقق بطولتين في المسابقة، 2012 كورنثيانز البرازيلي آخر فريق لاتيني يحقق اللقب، 2013 لقب البايرن والمجد للرجاء البيضاوي نسور كازا، 2014 بدأ عصر هلا مدريد، نقطة مدريد، تاريخ مدريد، ألقاب مدريد، رونالدو مدريد، 14 ريال، 2015 إسبانيا تواصل بالبارسا، 2016 قال له خليك عندك الريال يرجع للقب، 2017 الريال الأناني يظفر بلقب ثاني يحقق كل الأماني، يواصل عزف الأغاني، هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد، اس الميرينجي. الريال من زيارة أبو ظبي رجع بكأس
رقم 88 في تاريخه رسميا. رجع مع الراية جارث بيل، رجعت فورمة وثيقة كريستيانو هدافه. نعم ما زال الميرينجي يحتاج للدهون، يغيب أيام، يغيب شهور، يتجول يتفسح بمشاكله بقلاقله بغياباته بغياب أهدافه، ولكن يبقى الرجل الحاسم عند الموعد والمواعيد الكبرى. يظهر المعدن النفيس. رونالدو عاشق الذهب، والذهب عمره ما يسدد، الذهب عمره ما يسدد. بطولة بقدم كريستيانو في مرمى ريناتو. راموس ثالث في المباراة بعد راموس الحكم، واخر لاعب سيمسك الكاس الغالية واسمه سيرخيو راموس الاندلسي. على ايقاعات الفلامينكو والفالس، على الرومبا وكما تحب. زيدان رجل الارقام، وراموس كاسر الارقام، عاشق البطولات والكؤوس. بعد مانولو سانشيز جاء عصر راموس الكابيتانو. ذهبية في الرصيد وكاس في الصورة والسوفينير. ما أروع مدريد في ليلة أبو ظبي، تحت قمر أبو ظبي، في سهرة عربية إماراتية. الريال سيد وزعيم الكرة العالمية. فرحة جديدة، هذا لقب ينضاف، هذا رصيد يدشن، و5 ألقاب في سنة دو جامي فيو، عمره ما شفناها وعمره ما عملها الريال. مدريد منور، أسبوع قبل الكلاسيكو على بين سبورتس، موعد ودار القنوات الحصرية للمباريات العالمية. هلا يرفع الكرة الغالية بالذهبية الغالية، متعودة دايما متعودة دايما متعودة دايما. الريال بطل العالم، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو. الكازابلانكا اس الريال مدريد، ليس بإس السلام عليكم، لا اس الريال مدريد كامبيون ديل موندو. فرحة كبيرة بأجواء كبيرة. نسخة 2017 كان البارح، لحال يدوم لحال يدوم. لقب البارح لاخر اليوم في مغارة علي بابا. الريال يحط كاسه 88 في مغارة أبو ظبي بعلي بابا. الميرينجي السيد للعالم للمرة السادسة في التاريخ. 3 انتركونتيننتال، 3 في كلوب المونديال. فسرها كما تشاء، ركز حساباتك كما تريد، ولكن العنوان للسيد العناوين. لا صوت يعلو